مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم لايف كلينيك النهارده. وزي ما وعدتكم الاربع اللي فات ان احنا النهارده محضرين مفاجاه السمنه والدايت والرشاقه والجمال. النهارده معانا ضيف هو نجم الرشاقه والتخسيس ونحت القوام، بقاله كتير مختفي عننا، لكن النهارده نقول له الحمد لله على السلامه. الدكتور اشرف قوره، استشاري التغذيه والسمنه والنحافه، وحشتنا. ازيك يا ايمان؟ ربنا يخليكي. ميرسي. عامل ايه؟ ربنا يخليكي. كل سنه تمام وانت الحمد طيب. لله. وانتوا طيبين. انا عارفه ان يخليك. انت الفتره اللي فاتت كنت يعني بره مصر بقى، وعمليات وحركات وشفت، يعني انت رايح تظبط الناس اللي بره وسايب المصريين بيعانوا. المهم الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا فندم. ربنا يخليك. النهارده بقى يعني كم مشاهدينك وجمهورك وكم الاسئله اللي على الفيسبوك والدكتور اشرف قول راح فين واحنا عايزينه فالنهارده بقى عايزين يعني نعمل حلقه دسمه، مع ان هي مش ماشيه مع الرشاقه بس ان شاء الله تبقى حلقه دسمه. عايزين نتكلم عن حاجات كتير جدا، وكمان انا عايزه افكر مشاهدينا بارقام التليفونات. هتلاقوا قدامكم على الشاشه بس 1480 من الموبايل، والتليفون الارضي اللي هيظهر بقى، لان كل مره بيبقى فيه تليفون وانا بتلخبط. التليفون الارضي هيكون قدامكم على الشاشه، صفحتنا على الفيسبوك برنامج لايف كلينيك بالعربي. النهارده مشاهدينا هنتكلم عن النحت. موضوع النحت ده بقى له فتره كده، يعني واخد حيز كبير على كل شبكات التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك والتويتر والانستجرام، واللي يحط صوره يقول له ايه ده انا اصلا عامل نحت فتلاقي كل الكومنتات على الصور اصل انا لسه خارج من نحت. يعني ايه قصه النحت؟ يعني ايه بننحت جسمنا؟ وايه المناطق اللي ينفع فيها النحت وايه المناطق اللي ما ينفعش فيها النحت؟ طيب يعني هو الحقيقه دايما يا ايمان كان في تطور شويه في الاجهزه بتاعه تفتيت الدهون او شفط الدهون موضعيا او نحت القوام. بيبقى فيها تطور، بنبقى محتاجين ان احنا نخصص الحاجه اكتر. نعم. يعني كنا زمان بنقول ان في عندنا حاجه اسمها شفط دهون اللي هو العادي الجراحي العادي خالص. بعدها بشويه ابتدى يبقى في اجهزه اسمها اجهزه تفتيت الدهون موضعيا للناس اللي هم ما بيحبوش ان هم يخوضوا تجربه جراحيه، او بيحسوا ان هم يعني خايفين من الجراحه والبنج والحاجات دي. بالظبط، مش عايزين يدخلوا اوضه عمليات ومش عايزين ياخدوا بنج كامل. اتطور الموضوع اكتر، بقى في فئه اعلى شويه من الاجهزه المساعده اللي هي ما تسمى باللايبوليزر او شفط الدهون باستخدام الليزر او شفط الدهون باستخدام الموجات الصوتيه او شفط الدهون اللي هو الباور اسيستنت اللي هو شفط الدهون الميكانيكي بالفايبريشن بالاهتزاز. تمام. كل دي انواع مختلفه لتصحيح القوام او ما يسمى بالنحت. النحت ده الحقيقه حاجه كبيره، حكايه كبيره، بتبقى معموله من 3 مراحل على الاقل. تمام. مرحله اللي هي ازاله الدهون الكتله العامه او الكتله الكبيره اللي موجوده مركزه في منطقه معينه من جسمنا، زي منطقه البطن مثلا تحديدا، او منطقه الفخذين او الدراعين، كل واحد على حسب الديفو اللي في جسمه. يليها اللي هي بنسميها الصقل او النحت ما بعد الشفط، اللي هي بنساوي بيبقى دايما في الحته اللي عملنا فيها الشفط الموضعي ده في حته طالعه ونازله كتير، ودي بتبقى بتضايق، كانت قبل كده بتضايق الناس، لانه بتحس ان هو طيب احنا صلحنا حاجه بس الكونتور او السيرفيس او الملمس الخارجي بتاع الجسم ما هوش مش متساوي. متظبط. في طالع ونازل كتير، وده يعني انا اعمل النحت بعد الشفط. بالزبط. يعني بعد ما بشفط الدهون وبحس ان خلاص الديفو ده او الكتله الدهنيه دي خلاص راحت، برضو بنبقى غير راضيين على النتيجه، فدي بقى بتتم بعد الشفط. نحت بشيل بقى البواقي، بنشيل البواقي او يعني بقى خلاص بنشيل الزيادات اللي هي الجسم بيفضل بيقاوم ان هو يحتفظ بحاجه اسمها دهون سائله. ده الحقيقه بيحصل لسببين. السبب الاولاني انه بيبقى في بعض الدهون اللي هي كانت في صوره صلبه وتحولت لصوره سائله، واحنا بنشفطها باللايبوليزر مثلا، بيتبقى السوائل الدهنيه دي من قله الحركه، او من مثلا الحاله كانت ليها لازمه كده معينه. في بعض الناس بيناموا على الجنب اليمين اكتر من الشمال، في ناس بيحطوا رجل على الرجل الشمال اكتر من ما بيحطوا رجل اليمين على الشمال، هي فده دي كمان بتفرق. تكدس موضعي للدهون السائله في مكان عن التاني. طيب ناخد تليفون. هدى. الو. ايوه ايوه يا هدى.
لو سمحتي ممكن اكلم الدكتور؟ طب مساء الخير، ازيكم؟ اتفضلوا شاي، الجو برد. ايوه يا دكتور. لو ازيك يا سمحتي بس هي مش معايا، هي مركزه على طول، مفيش اي حاجه. اتفضلي معلش يا يا هدى. حبيبتي والله. انا بس مهتمه اكلم الدكتور في الموضوع ده، مهم قوي. بس اتفضلي. كل سنه وانتم طيبين الاول. وانتي طيبه. لو سمحتي يا دكتور بعد اذنك، كنت عايزه اسال حضرتك بس. انا جسمي مليان قوي، 114.5 كيلو. وانا حامل، وعندي شرط كتير قوي في بطني، وعايزه لما اجي اولد يا اما يعملوا لي شفط دهون يا اما يشدوا لي الترهلات دي. فانا قلت اسال حضرتك انهي انسب طريقه ليا وما يكونش فيها برضو اذيه ليا، يعني ما احسش بالم كده. تمام. انت عايزه تعمليها بعد الولاده على طول؟ لا، في عمليه الولاده في نفس عمليه الولاده بالظبط. يعني بعد يعني بعد ما تولدي على طول في نفس في نفس السيشن، في نفس التوقيت يعني. طيب ماشي، فيش سؤال تاني؟ انسب حاجه ليا ايه؟ وبعدين انا ليا دراعات وليا رجلين جامده وبطن كبيره، فعايزه بس اطمن اعمل ايه، يعني انسب شيء ليا ايه؟ حاضر يا هدى، حاضر، وتولدي بالسلامه ان شاء الله. شكرا على تليفونك. ده برضو جديد. يعني ده فكر جديد ان هي في نفس اللحظه يعني تولد وتشفط. ما تستناش بالظبط. طيب هل ده صح ولا المفروض استنى شهرين 3 على بال ما جسمي يفضي كل الدهون اللي جواه؟ بصي يا ايمان، لو احنا بنتكلم على محيط دايره البطن تحديدا، ده اول شرط. تاني شرط اذا كان في نسبه كبيره ان الولاده تبقى قيصريه. ثالث شرط ان نكون في عند او قريبين، يعني مش لازم نكون عند، بس ممكن نكون قريبين عند الوزن المثالي على قد ما نقدر. الحقيقه في مدارس كتير كانت بتنادي بكده، انه ما دام الست داخله تعمل ولاده فبالمره كده فتح وكده دكتور معاها يشفط لها الدهون مع دكتور النساء وبتاع. الحقيقه ده كان حصل في كذا مره، بس الحقيقه ما كانش بيلاقي النجاح المتوقع لكذا سبب. يعني اولا هي دلوقتي بتقول لك انا وزني 114 كيلو، فاعتقد ان احنا بنتكلم في ما يقلش عن 30 40 كيلو زياده علشان تبقى في الحته اللي بنسميها وزن مثالي. تمام. فبالتالي مش الحل المناسب ليها بس هو شفط الدهون. نمرة 2، هي ضروري نبقى عارفين هي دلوقتي في أنهي مرحلة من الحمل. يعني هل احنا خلاص ده هي قربت تولد فهو عند 114 ونص، ولا متوقع انه يبقى في زيادة هرمونية في كتلة الجسم سواء كانت الدهنية او السائلة لحد ما يجي ميعاد الحمل. انا الحقيقة بنصح هدى ان هي ما تبقاش متصربعة على نفسها قوي في موضوع العمليات الجراحية، انما احنا نقدر نساعدها بوسائل آمنة جدا جدا علشان لحد ما نخلص على الاقل فتره الحمل. زي اولا ان هي تبقى متابعه مع دكتور التغذيه عشان يقول لها تاكل ايه بشكل صحي يخلي صحتها هي والجنين بتاعها يبقى كويس جدا. تمام. من غير ما يبقى بيرمي باستمرار او بيعمل زياده في الكتله بتاعه الدهون الصلبه. نمره 2، في بعض الأجهزة الآمنة في استخدامها زي مثلا الليزر البارد أو زي الكافيتيشن أو زي الLPG. دي حاجات كلها أجهزة آمنة في استخدامها في النصف الأولاني من ال9 شهور بتوع الحمل. تمام. نمرة 2، المجهود العضلي البسيط، وده عادة دكاترة النساء هي اللي بقت تطلبه من سيدات الحوامل أكتر. ما بقى زي زمان اللي هو راحة تامة وما تتحركيش وتعمليش، لا دلوقتي لا لازم تتحركي وتعملي رياضة بسيطة، يعني عشان حتى ما تتخنش قوي في طول الحمل وفي نفس الوقت يبقى جسمها فيه ليونة للولادة حتى. بالظبط، برافو عليكي، لأن هم دكتور النساء يهموا إن الأربطة بتاعة الحوض بتاعة مفاصل الحوض كلها تبقى في حالة ليونة مستمرة، ما تبقاش متيبسة جدا فتتعب الست أثناء الولادة. زائد إن هو طبعا بيهم جدا دكتور النساء إن الست ما تبقاش بتولد وهي عندها كتلة دهون أو وزن زيادة عن اللزوم. النهارده معظم الدكاترة بتوع النساء بقوا هم اللي بيبعتوا لنا السيدات علشان يبتدوا يمشوا على رجيم ده يساعدهم جدا في الفترة بتاعة الولادة. طيب. طبعا الحاجه المهمه برضو اللي هدى لازم تبقى عارفاها، انه هي واضح من اللي هي بتحكيه انه ده مش اول عهدها بزياده الوزن. واضح ان هي كان باستمرار او يعني من قبل الحمل كمان ما يحصل ان هي كانت بتعاني من المشكله دي لفترات طويله، بس هو حصل بقى حمل على زياده الوزن فوصلت دلوقتي في مرحله يعني بعدين بتقول شرط كتير، اعتقد الشرط دي اللي هي الستريتش ماركس اللي بتيجي مع الحمل، وممكن يكون سيلوليت بقى كمان، يعني اكيد السيلوليت مع ده مع ده. بالظبط. طيب نشوف شفط الدهون ونشوف ازاي بيتم شفط الدهون، ولان في ناس كتير لغايه دلوقتي برضو
عندها فوبيا من موضوع شفط الدهون. اشفط الدهون، لا ده بيحصل مشاكل، لا ده اصل البنج، لا ده ما اعرفش ايه. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ازاي بيتم شفط الدهون الامن تماما 100%. وكمان حضرتك تشرح لنا عليه. يلا نسمع، شغل لنا الفيديو وتقول لنا برضو بيتم ازاي يعني. هو طبعا احنا لما بنتكلم على شفط الدهون النهارده الموضوع بقى مختلف عن زمان كتير، لان شفط الدهون النهارده بيتعمل ببنج موضعي. ده اللايبوليزر صح؟ ده اللي هو ما يسمى باللايبوليزر. بيتعمل ببنج موضعي، ما فيش اقامه في المستشفى. ايوه. الموضوع بقى ياخد حوالي 40 دقيقه لاي منطقه في جسمنا. يعني ده بيتم في العياده يا دكتور اشرف؟ ده بيتم في العياده او في مكان في سايكل تعقيم في المركز، في العياده، مش بالضروره يكون في مستشفى كبيره، لان الموضوع دلوقتي بقى بنسميه حاجه شبه جراحيه ولمده عدد ساعات محدوده. طيب. طبعا عاده احنا بنبقى محتاجين الناس تفهم انه شفط الدهون ده لما بيتعمل بعد تحديد المكان المراد. يعني ده الفيديو بيوضح في مكان منطقه البطن تحديدا. البطن بعد ما بيتم تحديد المكان اللي احنا عايزين نشتغل فيه، دي سرنجه رفيعه زي ما احنا شايفين. هي الناس يعني قبل كده شافوا الفيديو معايا اصحابي قالوا لي كل دي سرنجه، طبعا مش متخيلين ان هي هي كده يعني شبه معموله بالجرافيك دلوقتي بالظبط. ما بتبقاش زي ما انتم شايفينها قوي كده. لا هي بتبقى سرنجه فعلا، يعني هو بيبقى القطر بتاعها قد قطر السرنجه او اكبر سنه يعني صغيره. مش دي اللي بتدخل يعني بالظبط حاجه صغيره جدا. ولو تلاحظي الوميض اللي في اخر النور ده اللي بينور بالظبط، اللي في اخر السرنجه، هو ده الشعاع بتاع الليزر اللي بيحول الكتل الصلبه بتاعه الدهون من صوره صلبه لصوره سائله او شبه سائله. وده مش الليزر اللي بنعمل بيه وشنا ولا الليزر اللي بيشيل الشعر، ده نوع معين من الليزر اللي بيفتت الدهون. بالظبط، ده ليزر امن جدا جدا في استخدامه. تاثيره على طبقات الدهون ان هو بيحولها من الصوره الصلبه للصوره السائله. دي الدهون اللي بتبقى جوه البطن؟ دي التكتلات الدهنيه. ده قطاع عرضي كده بيوضح الدهون اللي موجوده في منطقه البطن او في اي مكان في جسمنا طبعا. زي ما انتم شايفين دلوقتي اللي هو النبضات بتاعه الليزر دي هي داخله مقربه من الخلايا بتاعه الدهون بتكسرها، وفي سائل دهني دلوقتي زي ما انتم شايفين اهو مكان التكتلات الصلبه اللي موجوده. بس قد كده عنده القدره لتدويب الدهون، اكن بالظبط حاطينها على النار بالظبط. يعني قد كده الليزر ده عنده القدره ان الدهون دي بتبقى عنيده جدا، عارفه بتقعد سنين، بال10 سنين و20 سنه لغايه ما تبقى زي جدار عازل. بالظبط. مهما عملنا دايت ما بتنزلش. هي طبعا الصعوبه بان احنا لما بنأثر على الدهون دي بالأجهزة العادية زي ما كنا بنقول اللي هي المدارس الأقدم شوية، كنا بنأثر عليها من فوق سطح الجسم أو من فوق الجلد. دلوقتي احنا لا بنقدر ندخل داخل الطبقة الدهنية فعليا. والعوازل دي اللي بتسيح دي ملهاش تأثير؟ دي ايه اللي في البطن بقى؟ ده دي شوية زي ما بنقول تليفات أنسجة بيحصل فيها تليفات بين الطبقات بتاعة الدهون، وبالتالي كأنها بتبقى حويصلات دهنية بتحافظ على المحتوى الدهني بتاعها أكتر. تمام. طبعا دي ما بتفرقش معانا احنا لما بنكون بنعمل تفتيت او شفط للدهون الموضعي بالليزر كده. ده اهو زي ما كنت بقول لحضرتك ده السائل الدهني. ده خلاص كده الدهون كلها بتدوب بالظبط، وبتبقى عامله زي الميه او الزيت كده، وبتبقى عامله زي شبه زيت بالظبط. وبتنزل الطبقات الاعلى بتنزل تحت، لان احنا دايما في ميزه هنا في شفط الدهون بالليزر ان احنا دايما بنستهدف الطبقات الاعمق من الدهون اللي بقى لها فترات زمنيه اكتر، مش لان مهما عملنا جلسات على البطن من بره يعني بتدوب القشره الخارجيه شويه بالزبط. لكن اللي جوه خالص دي اللي عند جدار المعده بقى ما بنقدرش نوصل لها، استحاله حد يوصل لها باي جلسات واي حاجه اعتقد بالزبط. يعني ده غير ان هي كمان بيبقى ليها مقاومه اعلى، لان هي بقى بيعتبرها الجسم مخزون استراتيجي او بيحافظ عليها. بيمنع تكسيرها اكتر بكتير من الطبقات السطحيه. طيب تمام. طبعا يعني الفيديو ده احنا بنوري هو طبعا ماشي ببطء شويه. الموضوع زي ما قلنا بياخد حوالي 40 دقيقه وقت، زي ما قلنا برضو بيبقى يعني الجلسه كلها 40 دقيقه، حوالي 40 دقيقه وقت. كده خلاص الدهون ساحت كلها بالظبط، وبتطلع بقى تاني بالسرنجه. احنا موصلين السرنجه دي بجهاز اسمه جهاز الشفط. بعد ما عملنا النص الاولاني من الموضوع
بيبتدي الجهاز الشفط ده يخرج السائل الدهني بره الجسم تماما. طب حضرتك بتعرف بقى ازاي ان خلاص الدهون كلها خلصت؟ هل بتعمل سونار اثناء شفط الدهون؟ هل في تقنيه معينه ازاي؟ يعني انا مثلا لو رحت عملت الجلسه، بتكلم عن ناس كتير يعني بتتخيل، انا بتخيل معاهم. لو رحت عملت الجلسه ممكن بعد كده لا دكتور كمان، يعني احنا عندنا دايما كرمه في كل حاجه، حتى في الشفط عايزين نقعد ساعتين نشفط. فهل يعني حضرتك اللي عندك السنس لا كده كفايه؟ يعني هل بتمشي ورا دماغ المريض او اللي عايز يخس، ولا في يعني فكر معين او مدرسه معينه او محاذير معينه برضو للشفط؟ بالظبط يا ايمن، زي ما انت قلتي كده، احنا بنبقى في عندنا مقاييس معينه، جزء منها مسؤول عنها الطبيب وجزء منها مسؤول عنها الحاله. الحقيقه يعني الدكتور والحاله الاثنين بيبقوا عايزين يجيبوا احسن نتيجه ممكنه. بالظبط. يعني ما يتخيلش المريض ان هو الدكتور عايز يوفر شويه في لا خالص، هو ما فيهاش اي نوع من انواع التوفير. بس احنا في عندنا شويه داتا كده لما بتحصل بنبتدي نفهم ان احنا تقريبا وصلنا لاحسن حد ممكن. تمام. الجهاز بتاع الليزر هو بيدوب اي طبقه دهون قدامه، انما بيبقى في بعض الاجسام، ودي حاجه نسبيه شويه بتختلف من حد للتاني، بتبقى كريمه قوي في 70% من الدهون، وال 30% الثانيه لابد ان احنا نفضل محافظين عليها علشان نقدر نحافظ على زي ما كنا بنقول في البدايه الكونتور اللي هو الملمس الخارجي للجسم. نعم. الدهون دي هي اللي بتدي النعومه او بتدي الطريان بتاع الجسم في الاخر، ودي حاجه صغيره جدا لازم نبقى عارفين. طيب معانا تليفون. الو ليلى. ايوه ازيك يا ليلى؟ الحمد لله، بس الصوت اصله ضعيف قوي. طيب انت سامعاني كويس؟ ايوه بس الصوت واطي الحقيقه. طيب نحاول نعلي الصوت شويه، احنا اللي نعلي. ماشي اتفضلي يا ليلى. لو سمحتي، انا ابني عنده 25 سنه وطوله 183 ووزنه 150. تمام. وفي نفس الوقت هل ينفع له عمليه شفط؟ طوله 183 ايوه ووزنه 150. مظبوط. طب هو كده كويس. لا في عنده 50 كيلو زياده. لا 150 الطول. كيلو كتير. 150. انا افتكرت الطول دخل معايا الطول. اوكي اتفضلي. أيوة. كم سنه؟ 25 سنه. ايوه تمام. بيلعب رياضه. فهل ينفع له الشفط؟ ممكن حتى الدكتور يعني يرد عليا دلوقتي عشان اذا كان في محتاج لاسئله مثلا. طبعا دكتور. اتفضل يا دكتور اشرف. يعني طيب هو انت حضرتك شايفه ان هو محتاج ان هو ايه اكتر مكان فيه تراكم موضعي للدهون في جسمه؟ والله هي ناحيه الهانش والفخذين، نص الجسم التحتاني فيها، واللي عند الدراع في ترهل كده عند الدراع. تمام. هو بيلعب اي نوع من انواع الرياضه؟ نعم. بيلعب رياضه؟ لا ما بيلعبش رياضه الحقيقه، لان كمان الرياضه اصلها مهلكه له بالنسبه له. ده حتى هو المشي بيتعبه، يعني ركبه بتوجعه من المشي على اساس الوزن الزياده ده، فبيتعب ما يقدرش يمارس رياضه الحقيقه. طيب حاول يعمل رجيم قبل كده ونجح؟ لا عمل ده من سنوات الحقيقه رجيم. انا حاسه ان هو وصل للمرحله دي. هو الحقيقه وزنه بقاله فتره طويله ثابت على كده، فهو محتاج الحقيقه لشفط دهون، يعني مش مجديه معاه اللي هي الدايت بصراحه. طيب حاضر يا مدام ليلى، شكرا على تليفونك واهتمامك بابنك ان انت عايزه له حل. ميرسي على تليفونك. في بعض الحالات بيكون الشباب اصلا ما عندهمش طاقه يعملوا دايت وما لهمش مزاج وعايزين الحل السريع الوقتي، يعني ولو قلت له خس ياكل اكتر ويجي له حاله نفسيه اكتر بالعكس. لا طب حاضر، ويجي مثلا مامته تنام تلاقيه داخل ياكل في شوكولاتات ومحشي ومكرونه هي بتيجي حاله بجد عند يعني. وكمان مش يعني يمكن ابنها عنده 25 سنه، لكن بنشوف الحاجات دي في التينز بقى اللي هم 14 و15، بتلاقي العند للعند، لا لللا. وصعب جدا الام ان هي تعمل كنترول على اولادها، لان بيوصلوا لمرحله انت تخين انت تخين انت لازم تخس. وكمان العلاقه بعد كده بتسوء بقى، يعني تبقى العلاقه بين الام والابن بتبقى كارثيه. ده صحيح. هي الحل ايه؟ هل هي عايزاه تتعمل له شفط دهون؟ طيب هو طبعا انا يعني بالنسبه للشاب اللي عنده 25 سنه وزنه 150 كيلو، فاحنا على الاقل بنتكلم في 50 كيلو يا ايمان. ده الحقيقه رقم طبعا ضخم. كتير على رجله، بتقول لك مش قادر يمشي. طبعا هو في منتصف العشرينات بيشتكي ان ركبه وجعاه وان هو مش قادر يتحرك. دي كارثه الحقيقه. طبعا احنا بنتكلم على حل المشكله بقى لها اكيد سنين. واضح جدا ان هي حاولت معاها حاجات كتير جدا وما نجحش. فالحاله النفسيه زي ما حضرتك قلتي كده دي محتاجه ان هي تشوف تطور جذري او تطور مختلف عن اللي دايما هو
بيشوفوا من ردود افعال جسمه. طب ينفع له اللايبوليزر؟ يعني هي اكيد اتفرجت طبعا على اللايبوليزر فلفت. يعني شاب زي ده انا من وجهة نظري ان هو المفروض انه يا احمد احنا هنساعدك في جزء، بس انت بعدها محتاج ان انت تساعدنا كمان في جزء تاني. فمثلا نشوف اكتر مكان فيه عامل له مشكله في حركته، سواء زي هي بتقول مثلا الفخذين، يعني وينفع لو محيط دايره الفخذين بالظبط، لو قدرنا نعمل له شفط الدهون الموضعي او اللايبوليزر في محيط دايره الفخذين، ده هيديله نفسيا بوش قوي شويه مختلف، لان هو نص الجسم التحتاني عادة لما بنبتدي الرجيم بيبقى آخر حاجة بتتطور مش أول حاجة. طب وهل ينفع لايبوليزر في الأرداف؟ طبعا ينفع. دي أسئلة وأنا عارفة الناس تسألها. طب هل هينفع في الأرداف نعمل لايبوليزر؟ طبعا ينفع في الأرداف. إحنا كمان لما نشيل من عليه عبء 20 كيلو في الأول، يعني تعالوا نشوف صور الدهون اللي بتطلع. الدهون اللي بتطلع دي شكلها إيه؟ شكلها مرعب. يعني لما تتخيلوا إن جوه الجسم كم الدهون دي، هاتيلي صور يا نسمة. معانا عادل الأول. طب يلا ألو يا عادل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. لو سمحتي عاوز اسال عن نظام دايت مناسب الطول 172. طب استاذنك بس يا عادل نوطي صوت التلفزيون عشان انا سامعه صدى صوتي. ماشي. الوزن دكتور اشرف سامع كويس؟ طول 172، فعاوز نظام دايت مناسب. معلش تاني يا عادل تاني. الوزن 86 والطول 172، فعاوز نظام دايت مناسب. حاضر عيني. شكرا على تليفونك يا عادل. حاضر عيني. فانا نرجع لكلامنا ان احنا لما حضرتك بتساعدني ان تشيل من على كتفي 20 30 كيلو في الاول، يعني بالظبط كده انا راكبه مثلا عجله وشايله مثلا حموله 60 كيلو، فتيجي تساعدني تقولي طب هاتي 30، فشويه هتلاقي العجله بتمشي بال 30 التانيين، لكن بال 60 لا. شكل الدهون دي الناس ما بتتخيلش كم الدهون. انا بس عايزه الصوره يا نسمه بعد اذنك، يعني حضري لي صوره الدهون. يعني اللي انت بتقوليه ده ايمان هو فعلا اللي حاصل واقعيا. انه انت بتشيلي جزء من الدهون، هو بالنسبه له بيفرق كتير في شكله نفسيا. احنا بيرضينا قوي انه طبعا الناس ما بتتخيلش المنظر ده الجارات اللي احنا بنعبي فيها الدهون اللي بتتشفط من الحالات، سواء كان من منطقه البطن او من منطقه دول كام كيلو اللي احنا شايفينهم دول؟ كل جار من ده بيعمل حوالي 3 لتر. 3 لتر دول 5 جارات. يعني كام كيلو؟ ال5 جارات دول عاملين حوالي 15 لتر دهون. ال 15 لتر، اللتر الواحد من الدهون ممكن يوصل لحد 30 كيلو، لحد 3 كيلو. لحد 3 كيلو. يعني ال 15 كيلو دول ممكن يعملوا يعني في الحاله دي ما يعادل تقريبا 45 50 كيلو في الرينج بتاع كده. بالظبط. يعني طب كل ده طلع في جلسه واحده؟ ده طلع من حاله واحده بس. من حاله واحده. من حاله واحده. طب الحاله دي بس يعني مش من نفس المكان. طب اللون ايه بقى عشان قبل ما نشيل الصوره؟ انا عارفه الناس اكيد في اسئله انا بتدور في ذهني زيهم. اللون زي ما انت شايفه كده اورنج. ليه يعني ليه شويه دهون على شويه ميه على شويه دم؟ يعني هو بطبيعه الحال الطبقه الصغيره خالص اللي تحت دي اللي هي الشعيرات الدمويه او ناتج تكسير الشعيرات الدمويه الصغيره او الرفيعه اللي بتبقى موجوده تحت الجلد مباشره، ودي عاده بيتم تجديدها في خلال ال3 أسابيع اللي بعد الشفط الموضعي مباشره. انما الاغلبيه من الجار زي ما احنا شايفين اللون بتاعه اللي هو الاورنج المحمر شويه، هو ده لون فعلا السمنه البلدي. زي بالظبط السمنه البلدي. يعني ده برضو جار موصول بجهاز الشفط مباشره. ده يعني ده في نفس الجلسه انا بشوف الدهون اللي طالعه من بطني اثناء العمليه. بالظبط، ده اثناءها فعلا. ده الفريش بتاعه بيبقى شكله كده. زي ما حضرتك شايفه فيه خرطومين اهو. خرطوم واصل بالجهاز، والخرطوم الثاني بياخد الدهون السائله بعد ما تم تفتيتها وبيدخلها او بينزلها في الجار ده. طبعا الجار ده حاجه بتستخدم مره واحده لكل عيان، والجار ده الساعه بتاعته زي ما نقول على حسب الجهاز من اول 2.5 لتر لحد فيه 5 لتر. في بعض الجارات دلوقتي بتوصل ل7 لتر علشان تبقى الساعه بتاعتها اكتر للحالات اللي هي وزنها طبعا اكتر. طيب تعالى كده ناخد جوله كده مع الصور ونشوف يعني افتر وبيفور. يعني اكتر حته بتشتكي منها الرجاله الكرش، ومش بقى الرجاله ده الزوجات. تعالى اتفرج بقى على الستات. اقول لك جوزي ماشي قدامي حامل في التاسع. يعني تلاقي الست رشيقه جدا وجوزها خلاص شبه هيولد. الحقيقه ده شخص عملنا له شفط الدهون من البطن، بس الراجل ده بعدها
كان يعني التطور النفسي اللي حصل عنده. ده عايز اقول لك طبعا انه ده بعد شهرين من الشفط، بعد ما دخل الجيم وكان متشجع جدا جدا. يعني ده بعد شهرين بس؟ ده بعد وصل شهرين من للمرحله الشفط. دي؟ وصل للمرحله دي. انا حاسه ان ده مثلا عنده 25 سنه وده عنده 45 سنه. لا خالص، هو نفس البني ادم، بس الصوره اللي احنا شايفينها الثانيه ده بعد ما تم عمليه الشفط بالنحت كمان اللي كنا بنتكلم عليه في اول الحلقه. تمام. وده دي ست. دي ست. هم يعني احنا بنمشي بسرعه شويه يا جماعه، لو ندي فرصه بس. ايوه بالظبط. ده برضو قبل وبعد. دي بقى الحتت اللي دايما يعني شايفه يا ايمان، ده اللي كنت بقول لحضرتك عليه، اللي هي اللي طالع واللي نازل. أيوة. دي لسه دي عملت الشفط بس لسه ما دخلتش في المرحله بتاعه النحت. اللي هي بتتعمل بالاجهزه دي، اجهزه عاديه خالص، بسيشن مدتها 15 دقيقه، بتتعمل بمعدل مرتين ثلاثه في الاسبوع. هي دي تعديل بقى، يعني هي بالزبط. مش تخينه بس هي في حتت مرهرطه وحتت مطلعه، وفي نفس الوقت بتشد الترهل، بتتشد، اللي هو بيحصل عاده بعد الشفط. لان الجلد بيبقى وراه كتله معينه طبعا. من الدهون، لما بتخلص بتبقى محتاجه تتشد على المحيط الجديد للجسم اللي حصل بعد يعني ما حضرتك بتشفط وبتشد في نفس الوقت. في نفس الوقت بالظبط. طيب برضو دي منطقه بيشتكي منها الرجاله، تضخم في ما منطقه يسمى بالتسدي. ايوه للرجال. ودي حاله برضو كانت من الحالات السهله جدا. عايز اقول لك ان منطقه الصدر يعني يمكن 60-70% من الرجاله اللي بيجوا لنا في العياده بيبقوا جايين بالشكوى دي. شكوى الصدر بيبقى شويه العمليه فيها نفسيا محرجه بالنسبه لهم شويه. ما بيبقوش عارفين مثلا في المصايف او حاجه يكون حاجه بتضايقهم نفسيا، وبتفرق جدا جدا لما بتتعالج وبتتصلح بالشكل ده. طبعا يعني المنظر العام بيفرق. وبعدين الراجل تلاقيه قاعد جنب مراته وكرشه قد كده وتستحمله مراته، واول ما يروح يخس يروح يتجوز عليها. طب ما انت قاعد بقالك سنه بكرشك ولا 10 سنين. ناخد مجدي. الو. ازيك يا مجدي؟ مساء الخير. مساء الانوار. انا الدكتور مجدي اسماعيل. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا دكتور مجدي؟ انا اسفه طبعا، يا نسمه قولي لنا الدكتور مجدي. ازي حضرتك؟ طبعا دكتور مجدي اسماعيل يعني استاذ من اساتذه الغدد والسكر، ويعني علامه في هذا المجال. الله يخليكي. والله انا اتفضل. انا بتكلم مخصوص عشان اشكر البرنامج، لان البرنامج ده من احسن الحقيقه البرامج. التلفزيون المصري اللي بيجيب الدكاتره الممتازين، وبشكر الدكتور ايهاب قوره، وبشكرك الحقيقه لانكم بتجيبوا يعني دكتور اشرف قوره، انا اسف، ويعني بتجيبوا حاجات ممتازه وكلام جميل. والحقيقه انا يعني عايز اقول للدكتور اشرف يا ريتك ترد على الحاجات اللي بتتقال على البالونه، الحاجات اللي بتتقال على الميزوثيرابي. كل ده ضروري. ناس بتشكك في الكلام ده كتير. صح. ارجو ان حضرتك انك انت ترد على الكلام ده. لان طيب قبل ما تقفل بقى انا عايزه استفيد منك بقى، بما ان حضرتك معانا، وطبعا ميرسي على اتصالك ومداخلتك. لكن زي ما شفنا الصور معانا في تضخم التسدي والحاجات دي مش لخبطه هرمونات، بما ان حضرتك بقى استاذ في الغدد الصماء والحاجات دي. طبعا طبعا. فبالمره انت عارف مذيعه لازم برضو يعني استفيد. يعني الراجل اللي الثدي عنده بيتضخم، والراجل اللي بيبقى عنده جسمه شويه بقى زي الستات، تلاقي عنده ارداف وتلاقي عنده معرفش ايه، هل هرمون ايه بيزيد عن هرمون ايه؟ انا بسرعه طبعا عشان الوقت. طبعا الهرمونات الانثويه. الهرمون الانثوي. الهرمونات الانثويه. وبعدين دي يعني حضرتك فتحتي موضوع عايزين برضو نبقى نتكلم فيه، اللي هو الجيمات. النهارده حضرتك بتقولي الصدر بتاع الذكور بيكبر، ده بياخدوا هرمونات انثويه بعنف شديد، بياخدوا هرمونات ذكريه بعنف شديد، بياخدوا هرمون نمو بجرعات غير معقوله، وبتتسبب في مشاكل ومصايب غير معقوله. فعلا. انا بشكر كل ده ممكن ناخده بصوره مقننه ويبقى كويس جدا ويبقى ما فيهوش اي مشكله. تمام يا دكتور مجدي اسماعيل، استاذ الغدد والسكر، شكرا لحضرتك جدا. نورتنا. وان يعني يكفيني شرف ان الدكتور متخصص يرفع التليفون ويكلمنا في برنامجنا الطبي. وانا بس حبيت يعني بالصوت يعني بالمره، لان موضوع تضخم الثدي والحاجات دي، لان فعلا بيبقى فيه هرمون الانوثه اعلى من هرمون الذكوره. اعتقد ان حضرتك بتعمل التحليل ده قبل ما تبتدي حتى تتعامل مع الحاله. يعني انا بحيي دكتور مجدي الحقيقه على المداخله دي، وهو نوه عن 3 نقط هم الحقيقه في غايه الاهميه.
طبعا بالنسبه للتفدي انا بحب جدا موضوع التخصص يا ايمان. أيوة. يعني احنا في مجموعه مبدئيه من التحاليل اللي المفروض تتعمل للحالات زي دي. ايوه اول ما بنلاقي فيه انه في اي خلل هرموني لازم الاول يروح يقعد مع دكتور الغدد بتاعه ويتحط على الخريطه العلاجيه بتاعته، وبعد كده بيرجع لي في حاله انه التثدي ده كان من الانواع اللي هي الحميده اللي مش محتاجه علاج هرموني عنيف. تمام. النقطة الثانية اللي أشارها الحقيقة دكتور مجدي، ودي برضو كانت من الحاجات الكلام اللي بيتقال على موضوع بالونة المعدة إن هي ساعات ما بتبقاش مجدية قوي أو الحقيقة يعني إحنا لحد النهاردة في 2015 لم يتم التوصل علميا لأي وسيلة غير جراحية بغض النظر عن العمليات الجراحية بتاعة تدبيس المعدة وتحويل المسار والتكميم. العمليه الحاجه الوحيده الغير جراحيه اللي بتؤدي الى نفس النتيجه بتاعه العمليات الجراحيه وهي ان انا ابقى قافل شهيتي على قد ما اقدر علشان اوصل لوزن مثالي بدون ما اكون بستخدم اي نوع من انواع المواد الكيميائيه، هي بالونه المعده الحقيقه. بس امنه يعني ما لا مشرط ولا دبست ولا شلت ولا قطعت اطلاقا. انا بشوف حالات يا جماعه عامله تحويل مسار، وطبعا انا مش هتكلم عن اسماء الفنانين والنجوم والفنانات اللي عملت تحويل مسار، فجاه انتوا عارفينهم طبعا، فجاه كانوا كده وفجاه بقوا حاجه و50 كيلو، لكن تعالى اتفرج ما ورا الكواليس وما ورا الكاميرا والاضاءه. تعب وهزيله طول الوقت وضعيفه طول الوقت، قيء مستمر، ما بيعرفوش ياكلوا، ما بيعرفوش يعيشوا حياتهم بالشكل الطبيعي. ما انا مش معقول برضو يا جماعه انا عايزه ابقى حلوه بس في نفس الوقت ابقى عايشه حياتي مبسوطه سعيده، يعني مستمتعه بحياتي بالزبط. يعني مش معقول اقضي على حياتي اللي جايه كلها عشان اخس. هي دي المشاكل اللي لازم نبقى فاهمينها من العمليات الجراحيه. انما البديل بتاعها لما بنتكلم على مجرد ان في وجبه مالئه ما تسمى ببالونه المعده، وجبه مالئه بتدخل في معدتي علشان تشغل معدتي لفتره 6 شهور مثلا. أيوة. لحد ما اقدر اجبر جسمي ان هو يستغنى عن المخزون الدهني اللي موجود فيه بشكل او باخر. ده طبعا احنا بنتكلم على حاجه مفيش اي حاجه في الدنيا ملهاش استثناءات. انما لما نقول ايه الكويس وايه الوحش، لا طبعا هو خلينا نقول ان 90% منها فوائد كبيره جدا. انا بالنسبه لي ان اي حاجه بدون بنج كلي وبدون مشرط وفتح وقطع وقص تبقى انت الكسبانه طبعا. يبقى انا الكسبانه. شمس. الو. ايوه يا شمس. مساء الخير. مساء النور. لو سمحتي كنت عايزه اقول للدكتور بس سؤالين. اتفضلي 3 كمان. الله يخليك. اول سؤال بس كنت عايزه اعرف الغده لما تبقى نشطه. تمام. الغده الدرقيه قصدك؟ اعراضها لو انا اعرف ان الغده بتخسس لما تبقى نشطه، فكنت عايزه اعرف ايه بقيه الاعراض، ان انا اشك ان دي غده واحلل لها غده نشطه غير ان الواحد يبقى خاسس، يعني ممكن عدم شهيه بتاع. كنت عايزه اسال الدكتور في كده. حاضر. تاني حاجه، انا سيده يعني ولدت مرتين قيصريه وعندي 32 سنه. تمام. بس فالوزن طولي 170. طيب كده مش تمام كده، خدت قطع. طيب الغده الدرقيه مع ان ده تخصص غدد وهرمونات يعني هي طبعا بتسال سؤال هو الغده الدرقيه لما بتكون فيها افراط او زياده في النشاط بتاعها بيبقى في اعراض تانية كتير غير ان هي بتلعب في الوزن بتاع الجسم. يعني في اعراض ليها علاقه بضغط الدم، في اعراض ليها علاقه ضربات قلب مرتفعه ضربات القلب الغير منتظمه، في اعراض ليها علاقه بالكسل والتعب او افراط النشاط زياده عن اللزوم في وقت، في اعراض احساس ان الناس كلها تبقى قاعده سقعانه وانا الوحيد اللي قاعد حران او عندي احساس بالصهد من وقت. يعني انا انصحها الحقيقه ان هي تعمل وظائف الغده الدرقيه بشكل كامل في المعمل، والنتيجه اول ما تطلع تاخدها وتقعد مع دكتور الغدد بتاعها عشان تطمن انه ما فيش عندها مشكله محتاجه خطه علاجيه او روشته دواء علاجي او تعويضي لنقص او زياده الهرمون. طيب طبعا هي سالت سؤال تاني ما لحقناش نعرف الطول والوزن ايه بشكل، يعني واضح ان هي عندها مشكله في الوزن بشكل او باخر، وهي والده 2 قيصري فمعروف السؤال يعني اكيد في مشكله في المعده والبطن وفي دهون حوالين اكيد البطن. هي الحقيقه لو الموضوع كده، لو هو ده سؤالها كان اذا كان في عندها دهون في محيط دايره البطن نتيجه الولادات القيصريه، فده من الحاجات اللي احنا بنقدر نعمل لها خطه علاجيه على حسب بس هو قد ايه الوزن بتاعها وايه اللي احنا طالبينه منها. طيب. دي اهو مدخلوا لنا الصور تاني. دي صوره
لا نسمة صاحيه مفوقه النهارده مع ان الجو برد. يعني هي عرفت بنتكلم على البطن بعد الولاده فعلى طول اديتنا الصوره. بالظبط. الحقيقه ده صوره سيده قبل وبعد شفط الدهون الموضعي. زي ما حضرتك شايفه احنا الصوره اللي على اليمين دي بعد الشفط. وطبعا العلامات دي يعني تبان شكلها وحش بس بتروح صح؟ لا دي علامات بس لان احنا بنبقى محددين بالماركر القلم الفلوماستر ايه المكان اللي هنشتغل فيه، فده بس احنا حبينا نصور المكان او البطن بالبروفيل مباشره بعد ما خلصنا عشان الناس تبقى شايفه الفرق قبل وبعد. لان ساعات بيبقى الجسم مش تخين قوي بس يعني تبقى ست عندها حته بطن كده لا عارفه تلبس البنطلون او لو لابساه وضيق فكرشها ناطط لقدام. كلنا جربنا هذه السيئات. بتلاقي مثلا طول ما انت قاعد بقى ايه حاطط ايدك على بطنك كده وقدام الناس وبتاع الجو ده كلنا عارفينه. يا غدير. غدير. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور؟ ممكن طبعا. مساء الخير وكده. انتوا مالكم كده تحت البطانيه لسه سلام ولا انا بس كنت عايزه اسال على حاجه. انا كان وزني 96، انا طولي 168. قعدت حوالي سنه اعمل دايت وكده فوصلت وصلت ل 73. بعد كده رجعت اتخنت تاني بقيت 75. ودلوقتي عندي مشكله ان انا مش عارفه انا عايزه اوصل لل 70. مش عارفه اخس ال5 كيلو دول ابدا. ما بقاش عندي يعني اراده ان انا اعمل دايت وجربت ادويه ومفيش اي فايده. يعني طب ال5 كيلو دول بس من غير ما اعمل دايت. ال5 دول 5 كيلو بس. ال5 دول فين؟ في البطن في الارداف فين؟ لا يعني انا ما عنديش حاجه معينه تخينه. يعني انا جسمي كله تخين على بعض كله كده حته واحده. يعني ما عنديش مشكله في حته واحده. يعني انا عايزه كله يعني. طيب حاضر. شكرا على تليفونك يا غدير هرد عليكي حالا. بس دي يعني مش المشكله العظيمه يعني. غدير شاطره وعرفت تنزل حوالي 25 كيلو اهو لوحدها. ال5 كيلو اللي باقيين دول يا غدير يعني اعتقد هم بس انا يعني حاسس بيه. انا فاهم كويس قوي ان انت قصدك تقولي لي ان مقاومه الدهون في اخر 5 كيلو دول انت حاسه ان هم اصعب بكتير من لما ابتديتي. في البدايه بتبقى الدهون سهله جدا في النزول في الرجيم، بس بعد كده الجسم بيحاول يرفع المقاومه بتاعته او يحافظ على الجزء المتبقي اللي هو عاده بيبقوا اخر فعلا 5 6 7 كيلو. بس انا اللي عايز اقوله لك يا غدير انه حاولي انك تحطي عناصر ثانيه فعاله جنب الدايت. يعني ما تعتمديش على الدايت لوحده لان هو خلاص جسمك حفظ انت بتعملي ايه. انت محتاجه ان انت تزودي الطاقه المصروفه من جسمك. محتاجه ان انت تعملي نفسك برنامج رياضي محكم، وخصوصا ان واضح ان احنا بنتكلم غدير اعتقد ان هي شابه صغيره في السن. محتاجه ان انت تراعي كويس قوي نسبه السوائل بتاعت جسمك اذا كانت منضبطه ولا انت ما بتشربيش ميه كويس فالدهون بتاعت جسمك بقت في صوره صلبه زياده عن اللزوم. يعني الميه الكتير مفيده للدايت يعني طبعا ان بتنزل الدهون يعني. طبعا بتخلي الطبقات بتاعت الدهون تبقى نسبه الرطوبه كل ما عليت والميه بتاعت جسمنا كل ما عليت كل ما يكون تكسير الدهون وتفتيت الدهون في جسمنا اسهل بكتير، سواء كان بالدايت او بالرياضه او حتى بالاجهزه بتاعت تفتيت الدهون. طيب نروح برضو نشوف شويه صور. انا عايزه اقول لحضرتك على الفيسبوك في ثوره ايه النحت، وفهمونا برضو النحت ده بيتعمل ازاي. وكلمه نحت فاكرينه انه بالمشرط ونفتح وننحت ونلزق وكده. بصي دي صوره يعني عايزه اقول لك ان دي قبل وبعد النحت. مش يعني احنا كده خلصنا الشفط. الصوره اللي على اليمين دي بعد الشفط حصل ترهل في الجلد زي ما حضرتك شايفه بصوره كبيره جدا. بجد كل ده طلع ازاي؟ ده كان كله مليان كم دهون ضخمه جدا جدا. فبعد ما شلنا الدهون ابتدى يحصل التنيات والكسر اللي احنا شايفينها دي. الصوره اللي على الشمال هي بعد النحت، اللي هو الجلسات اللي بنعملها لنحت القوام وشد الترهلات بعد شفط الدهون علشان يبتدي الجسم يستعيد او الجلد تحديدا والبطانه بتاعت الجلد تستعيد المرونه بتاعتها وتتشد. طبعا ده خد مننا وقت شويه طويل. ده قد ايه بقى؟ ويعني خد مننا حوالي 3-4 شهور علشان نوصل للمرحله دي. بس ده برضه هايل ان هي بالمرحله دي. معاها كمان طبعا رياضه كويسه جدا جدا. الست دي كانت يعني في وزن مثالي تقريبا او في وزن معقول، ما كانتش محتاجه رجيم لانقاص الوزن على قد ما هي كان معمول لها برنامج غذائي صحي. هو عندها ديفو بس الرهرطه دي وبتاع فاتشالت. بالظبط. يعني هي كانت مش محتاجه رجيم في شكل رجيم على قد ما هي كانت محتاجه اسلوب حياه صحي تقدر تحافظ بيه على النضاره بتاعت جلدها تاني، وفي نفس الوقت ما ترجعش قوي يحصل اي انتكاسات في الميزان بتاعها مع الوقت. اشرف مش حضرتك. اشرف على التليفون. يا اشرف. نعم اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك
سنه. بقول لحضرتك الله يخليك، دلوقتي عايزين نعرف تكلفه العمليه دي بتكلف قد ايه؟ التكلفه انهي عمليه؟ اللي هي اللايبوليزر ولا لا اللي هي الشفط. الشفط الشفط اللي هو اللايبوليزر. يعني انا عندي تقريبا منطقه من تحت السره ونازل. من تحت عندي ورم فيها كبير خالص. طيب حضرتك عندك كام سنه حضرتك؟ انا عندي 41 سنه. 41 سنه. حضرتك عايز تسال سؤال؟ في اي مشاكل صحيه؟ ايه؟ في اي مشاكل صحيه يا اشرف؟ لا المشاكل طبعا مشكله في الوزن يعني. لا يعني لا سمح الله سكر ضغط؟ لا الحمد لله. اي حاجه بتاخد ادويه ليها؟ لا. طيب الحمد لله. طيب هرد عليك حالا. حاضر، شكرا على تليفونك. يمكن اشرف يعني انا كنت هقول ده بس في الاخر، بس يعني يمكن تليفونه خلى يعني ايه ادخل بالسؤال اللي هو هل في حالات، يعني انا عن نفسي بعت حالات للدكتور اشرف، الناس اللي كانت بتكلمني، كل الناس اللي كانوا بيكلموني زي ما يكون انا يعني مدير اعمال حضرتك كل اللي عايز منك حاجه يكلمني انا. ففعلا بعت حالات ومنهم حالات قريبه مني يعني من العيله، لكن في حالات حضرتك رفضت تعمل لها لايبوليزر. ده صحيح والحق يقال. ده صحيح. وكان كل الناس متخيله انها تروح تدفع فلوس وهتعمل فوري. بالزبط. وبيزعلوا مني ورجعوا قال لك الدكتور اشرف قال لي لا. فكلمه لا دي فبقول لهم يا جماعه طب يعني احمدوا ربنا ان هو في حالات بيقول لا، يعني مش بياخدها فلوس وخلاص. يعني ده معناه ان هي فالتكلفه غاليه ولا لا؟ ردا على اشرف. وتاني حاجه، ايه الحالات اللي الدكتور اشرف قوره يقول عليها مش هينفع اعمل لها لايبوليزر؟ طيب هو طبعا بالنسبه للاستاذ اشرف سؤاله، منطقه البطن السفليه تحت السره دي من الاماكن اللي برضو بنعتبرها مشهوره بيحصل فيها تراكم موضعي للدهون، يصلح فيها ان هي نعمل فيها شفط الدهون الموضعي. هي بس الفكره انه احنا بنقول الكلام ده شفوي كده يا ايمان على التلفزيون، ما بنبقاش عارفين احنا بنتكلم على المكان شكله ايه. الدكتور لازم يبقى ليه نظره في الكشف بتاعه، لازم يبقى محدد حاجات كتير جدا جدا. والحقيقه بناء على الكلام ده بيتحدد التكلفه. يعني في بعض الناس مجرد بنعمل لهم شفط بسيط، وفي بعض الناس بنحتاج ان احنا نعمل لهم المرحله بتاعه الشفط كامله ثم المرحله بتاعه النحت. في بعض الناس بنعمل لهم العلاج بيكون الخطه بتاعتها حوالي 3-4 مراحل، كل مرحله بيبقى لها تكلفه. يعني الإجابة على السؤال ده شوية صعبة، بس يعني إلا نقدر نطمن الناس بأن هي حاجة من الحاجات المتوسطة في التكلفة بتاعتها، بيقدر عليها معظم الناس. ومش بالضرورة زي ما حضرتك قلتي تاني إن يكون الحل في الشفط، ممكن يكون الحل في حاجة تانية ما تتكلفش حاجة خالص. شوية أو يعني تكلفتها تكون حاجة زهيدة جدا. منطقة الكرش عند الرجالة دي أنا شايفة إن ما ينفعلهاش غير الشفط. لو قعدت تقول له دايت والله يعني لو قعد سنين كله يعمل دايت، هي منطقه رخمه. يعني فعلا الدهون فيها غلسه وعنيده جدا، ما بتنزلش، وتلاقي الراجل وشه اتهدل وبقى بيل جدا وتعبان ومش قادر يروح شغله بسبب الدايت. ما هو ماشي طول الوقت على دايت وخس وجزر وخيار وخلاص اتهرى خضار هيبتدي يزرع. وبرده منطقه البطن هي ما بتتغير. فهو طيب السؤال هنا مكلفه يعني للانسان المتوسط دخله؟ انا عارفه ان مش هنقول الرقم على الهوا، لكن بس ولا في متناول الجميع؟ هي في متناول يعني الناس المتوسطين واللي تحت متوسطين كمان. عايز اقول لحضرتك واحنا يعني دايما ايمان بنحاول نوصل الكلام ده للناس، لانه الموضوع ده بيحتاج ان هو اصلا الحاله بتاعتنا تبقى مساعدانا شويه. ممكن نبتدي بحاجه الاول اقل تكلفه، لو نفعت بنقول الحمد لله، ده الخطه العامه لاي حد يعني المفروض. طيب. ما نفعتش نبتدي نطلع في مرحله اعلى شويه، ما نفعتش نبتدي بس ما ينفعش من البدايه كل الناس نفرض عليهم انه انت هتعمل اكتر حاجه مكلفه في الدنيا علشان تخس 5 كيلو مثلا. ده ما بيبقاش منطقي. طيب ايه المحاذير بقى؟ يعني ايه الحالات اللي بتجيلك اللي بتقول مش هينفع اعمل لك لايبوليزر للاسف؟ لان انا عارفه في حالات احبطت طبعا يعني رايحه وعايزه تدفع والله، وعايزين يدفعوا الدبل كمان. يعني لو الدكتور بياخد 5 قروش عايزين يدفعوا 20 قرش عشان يعملوها. الحقيقه والدكتور يعني اشرف قال لهم لا ليه؟ يعني الحقيقه من في بعض الناس بيبقى في عندهم شويه مشاكل في الدوره الدمويه. أيوة. في بعض الناس كبار في السن عندهم مشاكل في القلب، في يعني لو في مشاكل في القلب حضرتك بتمتنع؟ بياخدوا مثلا علاج للسيوله لان حصل عندهم قبل كده جلطات او شبه جلطات، او من الناس اللي هم معرضين ان هم ممكن يحصل لهم حاجات زي كده. الحقيقه المشاكل بتاعه الدوره الدمويه دي من اكتر المشاكل اللي بنحاول ان احنا نوجد حلول بديله. يعني دايما مشاكل الدوره الدمويه ومشاكل القلب
هل لو بالظبط. في ناس بتتعالج من السرطان او الاورام او بتاخد دواء للاورام او السكر او الضغط او ايا كان غير القلب وغير السيوله وغير او غير يعني مشاكل الدوره الدمويه، حضرتك بتعمل لايبوليزر في الحالات دي؟ الحقيقه لا، دول ما فيش عندهم اي مشاكل، بس مثلا خليني اقول لك ان في بعض الناس عندهم مثلا فشل كلوي او شبه فشل كلوي او الدرجه الاولى والثانيه من الفشل الكلوي. دول بنستبعدهم طبعا. في بعض الناس وكتير دلوقتي ان شاء الله ربنا يكرمنا في مصر دلوقتي العلاج بتاع الزوفالدي بتاع الكبد من احد شروطه القويه جدا لازم يكون خاسس كويس جدا، او لازم يكون كتله جسمه او وزنه قريب نوعا ما من الوزن المثالي. يعني كمان حتى علاج الكبد والفيروس سي لازم تبقى خاسس، لازم نبقى خاسين. فده دول من الناس اللي ممكن يعني نساعدهم باللايبوليز. الحقيقه طب ناخد عواطف بس عشان منتظره معانا. ناخد عواطف. يا عواطف. عواطف. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. وطي صوت التلفزيون بس. التلفزيون. حاضر. ايوه يا فندم انا مع حضرتك. يا فندم انا معاكي بقالي ساعه. ايوه. السلام عليكم. لو سمحت ممكن بس اسال الدكتور سؤال؟ اتفضلي سامعك. دلوقتي انا خسيت قبل كده 25 كيلو. هايله. ورجعتهم في خلال شهرين او 3 شهور. مش هايله. مش هايله خالص. يعني اصبح وزني 130 دلوقتي. يعني انت خسيتي 25 ورجعتي زدتي 50، زادت الضعف يعني. طيب للاسف هو الخط قطع مش كده؟ طيب هو يعني طبعا اكيد احنا في عندنا مشكله ما. ده اكيد. يعني في مشكله ممكن حصلة. يكون دايت الكيميكال والحاجات دي اللي هي فجاه بتخسس قوي وبعد كده نرجع نتخن اكتر من الاول. طبعا ده من العناصر المقترحه بشده ان هي تكون خست بطريقه خاطئه. أيوة. وفي وقت زمني لا يتناسب معاها ومع صحتها. فده عمل انتكاسه شديده جدا جدا وعمل تعويض سلبي. فحط الجسم بدل ما يرجع ال 25 كيلو رجعهم الضعف خوفا من ان هو يتعرض للحرمان العنيف اللي هي عملته او للتداخل الكيميائي اللي بيحصل من الانظمه الكيميائيه في الرجيم. ما دي مشكلتنا، احنا بندخل على النت نجيب دايت، نقابل واحده صاحبتي في الشارع خست ما اعرفش اخد الدايت بتاعها. يعني انا بشوف حالات بتستغيث بينا بجد على الفيسبوك ان بيجي لها سقوط في الكلى. سقوط في الكلى بسبب الدايت الغلط. يا جماعه الدايت الغلط ده كارثي. يعني انا سايبه حضرتك المايك بقى. يعني حدث ولا حرج. يعني عايز انصحها اولا يعني بلاش حضرتك المحاولة الثانية للتصحيح دي تكون مع نفسك برضه. بلاش مع نفسك انت يعني انت مدمرة. لأنه اللي انت بتحكيه ده في عليه علامات استفهام كتير. أنا أخشى أن هي يكون في من ضمنها بعض الأسباب المرضية اللي لازم نحطها في الاعتبار. فعايز أنصح حضرتك أنك تبقي ماشية مع دكتور التغذية بتاعك. لو في عندك أي مشاكل صحية لازم تبقي جايبه الروشته بتاعه الدواء بتاعك او الوصف بتاع الحاله الصحيه بتاعتك وتوريها للدكتور بتاعك. ضروري ما تبقيش متسربعه على نفسك. الرجيم الناجح هو ان انت تنزلي 10 كيلو وتحافظي عليهم، مش ان انت تنزلي 30 40 كيلو ويرجعوا الضعف تاني وبصحه او بنضاره اقل. ناخد دينا. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. انا سني 27 سنه. علي شويه يا دينا. ها سنه. علي سني صوت. 27 سنه. 27 سنه. وطولي 160. وطولك 160. ووزني كنت قبل ما انا ليا سنه متجوزه، وزني قبل الجواز كنت 64. حاليا بقيت 72. طب مالناش دعوه قبل الجواز، مش مهم، المهم 160. انا كنت عامله يعني عملت من كام سنه دايت. كنت الاول وزني 62 وبقيت 58. يا دينا دلوقتي وانت بتكلميني وزنك كام؟ وزني حاليا 72. 72؟ وطولي 160. انت بتوزني نفسك دلوقتي وانت بتكلميني ولا ايه؟ بكلم حضرتك. انت بتوزني نفسك وانت بتكلميني؟ ها؟ نعم؟ اديني الوزن يا دينا. ما بقول لحضرتك 72. طيب 72. وعندي منطقه الارداف يعني فيها زي سيلولايت كده. سيلوليت. وحتى لما بعمل دايت وبنزل بلاقي يعني نفس الشكل. طيب احنا اوفر ويت قد ايه؟ 5 كيلو غير كده؟ احنا ممكن نتكلم في الرينج بتاع من 5 ل 10 كيلو، بس هي مدام مش كده؟ متجوزه. تمام. في سؤال؟
لا خلاص هي عندها مشكله وزن زايد، يعني تقريبا احنا بنتكلم في الرينج في غرفه الكشف يعني. شكرا على تليفونك يا دينا. شكرا يا دينا. حوالي 5 ل 10 كيلو، مع مشكله السيليليت اللي هي عندها سيليليت في الأرداف. فيها ازمه. دي طبعا بيبقى في مجموعه معينه من الجلسات اللي بتتعمل لتصحيح السيليليت، مع مجموعه من الكريمات اذا احتاجناها. ال5 كيلو دي ان شاء الله تبقى سهله عليها ان هي تنزل. مش حاجه كبيره يعني. لا خالص باذن الله، دي سهله جدا ان هي تنزل ان شاء الله. طيب نرجع بقى تاني، ايه اكتر الاضرار يا دكتور اشرف الحالات اللي بتيجي حضرتك في العياده، ويعني حضرتك بتحكي لي عن مقاسي قبل الهوا، بس انا عايزه برضو يعني احنا بنتكلم عن الشفط، وبنتكلم ازاي نجمل حياتنا وازاي نبقى احلى واحلى صحه وشكل. يعني ما انا ممكن زي ما قلنا العمليات كلها التكميم والتدبيس والتقطيع والتفتيت حاجه يعني ودمرها، بتلاقي حياتهم خلاص خلصت اللي جايه، يعني صحيح. كل مستقبلهم اللي جاي خلص، وفي ناس بتبقى عاجزه جنسيا بعد كده تماما، وفي ناس بتبقى مش قادره تمشي، وفي ناس يعني كوارث. لكن ايه الحالات اللي حضرتك شايفها تنقلها للمشاهدين برضو للوقايه للوعي؟ تمام. يعني اكتر حاجه بنبقى الحقيقه عايزين نوضحها جدا جدا للناس في الطرق بتاعه انقاص الوزن الموضعي، ان يتعاملوا مع الموضوع ان دي وسيله مساعده. مش انا عايش ولمجرد ان انا معايا فلوس ادفع زي ما كنا بنقول من شويه فده معناه ان انا لازم اروح واعمل الكلام ده. ايوه ابدا، الموضوع مش ماشي بالطريقه دي. الفكره انه وظيفه الدكتور ان هو يوجه لك او يحاول يخليكي اقصر مده زمنيه باقل مجهود ممكن، باقل تكلفه ممكنه، الوصول لوزن وشكل وصحه مثاليه. تمام. طيب هل ده معناها انه كل اللي عملناه كان وقايه، انه لو مستقبلا اهملت في صحتي واهملت في طريقه اكلي واكلت بطريقه مبالغ فيها سلبيه، ده معناه ان انا مش هرجع تاني؟ لازم الناس تبقى فاهمه لا، ده مش يعني وقايه. انه في المستقبل لو اتعاملت مع الاكل بطريقه مضره ده معناها ان انا مش هتضر؟ لا، معناها هتضر. انما احنا بنقدر نقول ان ده هيخلينا يساعدنا ان الوصول للحاله المثاليه اللي بيبقى سهل بعد كده نحافظ بيها عليها. طيب دكتور، اخر سؤال. جات لنا تليفونات كتير بس انا بعتذر طبعا، كل مشاهدينا خلاص وقتنا خلص، انا بعتذر وان شاء الله نستقبل بقى يعني حتى لو في اسئله ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك. بس اغلبيه التليفونات دلوقتي في الكنترول جوه يعملوا ايه تحاليل قبل ما يجوا لك العياده؟ يعني هم عايزين يقتصروا المشوار، هم يعني كل اللي اتصل عايز يعمل لايبوليزر، بس يعملوا ايه قبل ما يجوا؟ يمكن الحاجه الوحيده اللي بنبقى طالبينها من معظم الناس الحاجه المشتركه خلينا نقول صوره دم بسيطه بتتعمل في اي معمل وبتطلع في نفس اليوم او تاني يوم مباشره، ومش حاجه اكتر من كده، الا لو كان في حد عنده مشكله زي ما كنا بنقول من شويه في الغده الدرقيه في مشاكل مختلفه صحيه، فساعتها لا، ما فيش داعي يعمل التحليل، يقعد الاول مع الدكتور وبعد كده يقول له ايه اللي مطلوب منه يعمله. دكتور اشرف قوره، استشاري التغذيه والسمنه والنحافه، بشكرك جدا، نورتنا النهارده وفي عز البرد والتلج، بس يعني احنا متدفين بالمعلومات الجميله دي. ربنا يخليك يا ايمان، ميرسي. كل سنه وحضرتك طيب وسنه سعيده عليك وعلى الاسره الكريمه يا رب. جميعا يا رب ان شاء الله. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، بس انا عايزه اقول ان دايما احنا كلنا بندور عن الجمال، لكن انا دايما من وجهه نظري ان جمال الروح هو اللي بيطلع على جمال الوش والشكل العام. طبعا مطلوب ان احنا نبقى جسمنا حلو، بس في نفس الوقت مطلوب ان تبقى صحتنا العامه كمان كويسه. اشوفكم بكره على خير ان شاء الله، وكل يوم معاكم لايف كلينك من الساعه 2 للساعه 3، والاعاده بتبقى تاني يوم الساعه 8 صباحا، دايما على قناه النجوم نايل لايف.